مساء الخير. النهارده فيديو جديد ومهم هنلقي فيه الضوء على اللي بيحصل في السودان وقد ايه اعداء مصر حريصون على محاصرتها بالحروب. يعني بمجرد انتهاء حرب غزة اشتعلت حرب السودان بشكل مخيف، وعشان كده بطلب منكم التركيز في الكلام ده لان مستحيل يا حضرات هتسمعوه في وسائل الاعلام، فعشان كده عايزكم تركزوا معايا عشان مجهودي ما يروحش على الفاضي. طبعا الصور زي ما حضراتكم شايفين فيها بقع ضخمة تقدر مساحتها بعشرات الأمتار ولونها أحمر غامق على الأرض، وحسب التحليل العلمي للخبراء بيقولوا إنها غالبا دماء. ووجودها بالشكل ده والكمية دي معناه بشكل مباشر إن في آلاف من الناس اتقتلوا في أماكن التقاط هذه الصور. ومش بس كده، الصور دي كمان ظهر فيها أكوام ضخمة من الجثث مرصوصة فوق بعضها وحجمها متناسق تماما مع متوسط أحجام الأجسام البشرية. والأكوام دي تم رصدها مباشرة بجوار عربيات ميليشيا الدعم السريع وبجوار السواتر الترابية اللي محاصرة المدينة من كل النواحي للأسف الشديد طبعا. وللأسف أيضا الأمور مش متوقفة على القتل في الشوارع فقط، بل امتدت أو من كام ساعة فاتوا حاكم ولاية دارفور ميني أركومناوي قال في تصريح رسمي كتبوا في صورة تغريدة على منصة إكس إن في أكتر من 460 مريض ومصاب تم تصفيتهم جميعا بالرصاص في المستشفى السعودي في الفاشر. تخيل أنت كده المشهد، مريض راقد في المستشفى ضعيف وعاجز مش قادر يتحرك، سواء كان شيخ عجوز أو طفل أو امرأة، فجأة يقتحم عليهم المستشفى عصابات وحشية مسلحة ويفتحوا النار على الجميع بدون تفرقة لحد ما كل اللي في المستشفى بلا استثناء يتصفوا. مش كلام من شخص، يعني المعلومات دي مش مجرد كلام من أشخاص أو اجتهادات، دي فيديوهات متصورة أنا شفتها بعيني ومحدش حكالي عليها، وللأسف مش هقدر ان انا اعرضها لكم لان فيها مشاهد مرعبة حاجة فوق التخيل. طيب حد من حضراتكم هيسألني هو الناس مش بتهرب ليه؟ يعني المجازر اللي بتحصل دي ليه الناس مش بتهرب؟ عشان للأسف يا صديقي مفيش مجال للهروب، لأن اللي لحق يهرب قبل سقوط المدينة لحق، لكن للأسف بعد السقوط وقبله بساعات قليلة عصابات الدعم السريع سدوا جميع الشوارع ومداخل المدينة وأحيائها، سدوها كلها بالعربيات والسواتر الترابية عشان يمنعوا أي حد يطلع. وبعدها مباشرة بقالهم يومين تقريبا لحد دلوقتي بينفذوا عمليات إبادة وتطهير عرقي وبيصفوا شعب كامل من المدنيين من الباب للباب، تصفية بلا أي رحمة زي ما أفادتنا المصادر الإعلامية والاستخباراتية وغيره. بمعنى إنهم بيمشوا جوه الشارع يكسروا أبواب البيوت ويقتحموها ويصفوا اللي جواها وبعدين يسحبوا جثثهم للخارج ويكوموها في أكوام بتترمي تحت الشمس. طب السؤال، هم ليه بيصفوا الناس بالوحشية دي رغم ان دي ناس مدنية بريئة؟ سؤال قيم جدا. الإجابة يا صديقي لأن الموضوع مش حرب أهلية زي ما الإعلام العالمي بيقول عليها، والحقيقة ان العصابات بتاعة الدعم السريع دي عبارة عن مرتزقة جايين من أكتر من 20 دولة، معظمهم من كولومبيا ومالي والنيجر وتشاد وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وبيتم استقطابهم غالبا عبر الروابط القبلية أو الإغراءات المادية بالذهب اللي بيستخرجوا الدعم السريع من مناجم دارفور أو التمويلات المالية اللي بيستقبلها قائدهم حميدتي للأسف الشديد من دولة شقيقة تعز عليا جدا. يعني الناس دول معظمهم مش سودانيين أصلا، بل هم جايين من دول تانية تحت وعود الفلوس والمناصب، والهدف الأساسي من المذابح البشعة اللي بيعملوها أو بيرتكبوها دي هو حاجة مرعبة ومقبضة هتعصر قلبك لما أقولك عليها. لأن العصابات دي يا صديقي بيقتلوا المدنيين عشان يغيروا التركيبة السكانية والديموغرافية للشعب اللي عايش هناك بهدف إنهاء وجود السكان من القبائل الأفريقية غير عربية الأصل والاستيلاء على أرضهم بالكامل، وكل ده بيمهدوا بيه للمخطط الأكبر بتاعهم اللي هو تقسيم السودان كلها. طيب عرفنا أن قائد الدعم السريع هو حميدتي، لكن مين اللي بيقود تنفيذ خطة الإبادة الجماعية دي على الأرض؟ سؤال وجيه برضو. الإجابة هي أن الشخص اللي قدامك في الصورة ده للأسف الشديد واللي اسمه الفاتح عبد الله إدريس الملقب بأبو لولو، واحد من قادة عصابة الدعم السريع ورتبته عميد،
وهو حاليا يعتبر سفاح القرن بجدارة ومطلوب للعدالة الدولية بعد ما ارتكب كمية تاريخية من المذابح والجرائم يعجز العقل والقلم البشري عن تصورها. تخيل ان الشخص ده في الساعات اللي فاتت طلع بنفسه في فيديوهات بيتفاخر انه قتل بإيده اكتر من 1100 بني آدم في يوم واحد، وبيقول كمان انه اقسم على قتل 2000 شخص في نفس اليوم، يعني هيكمل ال 1100 دول 2000 كنوع من الرهان ما بينه وما بين جنوده واصدقائه. ده بيتباهى، ولو في اي وقت اخطأ في العد هيعود تاني ويبدأ من الصفر لحد ما يكسر الرقم القياسي ويحقق انجازه على دم المدنيين العزل. وده نموذج مصغر جدا للوحشية غير الآدمية اللي بتحصل يوميا هناك، واللي ما شفناش زيها حتى من الصهاينة في غزة. التغطية للسودان لسه مستمرة، ولسه هكلمكم عن كوابيس تانية بتحصل هناك، لأن في تقارير مهمة جدا هتجيلي في الساعات القليلة القادمة إن شاء الله. وفي النهاية لو وصلت لهنا ما تنساش إنك تعمل شير ضروري عشان التفاصيل دي توصل للناس كلها ويعرفوا إيه اللي بيحصل حوالينا بالظبط على بعد كيلومترات من حدودنا الجنوبية، وبدعم من مين أو مين اللي بيدعمهم يعني. وربنا طبعا يحفظ بلدنا، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، وكل التحية لحضراتكم وتحية مصر.